اسرع طريقه تبوظ بيها اتزان العربيه على الطرق السريعه وتبقى دايما العربيه مش متزنه تتهز معاك بالشكل ده. اول حاجه تعمل معانا المشكله دي هي كاوتش الاستابلايزر او كاوتش الميزان. دايما الصناعيه بتستسهل وتبدا ان هي تعمل عفشه العربيه وتغير صوابع الميزان وتسيب الكاوتش اللي ماسك اصلا وبيتحكم في التوازن بتاع العربيه على الطرق المفتوحه والطرق السريعه وكمان في المطبات. تاني حاجه معانا ظبط الزوايا. بعد ما الناس ما بتخلص عمل العفشه بتعتمد على المقاس البلدي ويقولوا احنا هنتجاهل ان احنا نظبط زوايا كمبيوتر، وده بيعمل كارثه مع الوقت ويبدا ان هو ياكل الكاوتش بتاع العربيه ويخلي العربيه في السرعات العاليه غير متزنه بالمره. ثالث خطوه تبوظ معاك اتزان العربيه تركب علايات بارتفاع غير مسموح بيه يعدي ال 2 سم ونص و3 سم، فتخلي العربيه المستوى بتاعها مرفوع جامد عن الارض مع مقاومه الهواء هي على الطريق، تخلي العربيه مش متزنه بالمره وممكن تاذيك في المرحله دي. اي صنايعي بتروح له بيقول لك احنا هنأمن لك العفشه كلها قدام ومش هتلاقي تخبيط ولا اي مشكله في العربيه، وبينسى وبيتغافل عن جلب الدنجل الخلفيه. ومع الوقت وفواصل الكباري تلاقي العربيه بمجرد ما تاخد فاصل الكوبري بتتحرك كلها من ورا، وده اكتر كارثه تخلي العربيه تعوم معاك وانت ماشي على السرعات مع فواصل الكباري. اكيد انت كده فهمت وعرفت هدفي ايه. هدفي ان انت تخلي عربيتك في افضل اتزان وتامن عربيتك قدر الامكان علشان لو حد بيركب معاك تبقى في امان. تظبط الزوايا بتاعه العربيه بعد اي عفشه تعملها، ولو هتركب علايات يبقى بليمت مسموح بيه علشان تبقى في امان. سلام يا صديقي.